السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله عيدكم مبروك، وإن شاء الله كل عام وأنتم حيين بخير. اليوم عملنا بالطبيعة النهار الثاني من العيد نعملوا نواصر بالعصبان. النواصر للي ما يعرفهاش هي المربعات هذيك احنا نقولوا لها النواصر. دونك هذه هي الريسيت متاعنا اليوم. كما تشوفوا حضرنا العصبان فطير على السريع. عندي لفاحات هاكا طماطم، هريسة عربي، كركب، ملح، فلفل أكحل وتابل، وبالطبيعة كمية صغيرة متاع زيت. حطينا الزيت، حطينا البصلة واللفاحات والطماطم والهريسة العربي، نخليوهم يتقلاو وبعد نحطوا بالطبيعة العصبانة متاعنا. الكمية قد ما تحبوا انتوما، ما كمش مربوطين. دونك هذه هي النواصر اللي انا قلت لكم عليها، اللي هي في شكل تتقص مربعات. حطينا لها كمية متاع زيت ونخلطها. لازم كل كعبة تشرب الزيت، اذا كان لقيتوها ناقصة زيدوها. ونحطها في الكسكاس ونفورها. بعد ما تفور، هذه التسقية الاولى نسقيها بالقدا بالقدا. نصب عليها الصوص. فما ناس يصبوا عليها الماء سخون في الاول، لا احنا نعملو كان الصوص. ولا اله الا الله محمد رسول الله. نخلطوها بالقدا بالقدا ونرجعوها تفور. والعملية هذه نعملوها 3 مرات. نحب نأكد ونعاود العملية متاع سقيان النواصر نعملوها 3 مرات، وهذه ثاني مرة. بين المرة والمرة يمكن 20 دقيقة، يعني نسقيوها نرجعوها تفور ومن بعد نعاودو نهبطوها ونسقيوها، وهكاكا العملية مدة 3 مرات. وهذه النواصر متاعنا بعد ما طابت. حطينا راهو الخضرة اللي تحبوا عليها انتوما. انا حطيت بطاطا وفلفل وبصل والعصبانة، ويزي فيها 1000 بركة. هذه من داخل نودكم ولا نشهيكم. وكما تشوفوا توا الصحاين متاعنا ما شاء الله. ما بقالي كان باش نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله، وإلى اللقاء. دمتم بخير.